صينية سمك بقى يا جماعة معمولة كده بمزاج عالي، حاجة كده على الرايق، وانا اللي يعرفني يعرف ان انا من عشاق السمك. فصينية الماكريل دي المرة دي بقى السيمبل قوي، مفيش فيها اي خزعبلات كده ولا افتكاسات. وزي ما انتم شايفين كده شوية خضار بساط زي الفل. هنعمل صينية سمك بقى جميلة جدا، غير اللي عملتها قبل كده خالص. اهم حاجة في الحكاية كلها شوية التوم اللي قدامكم دول يا جماعة. التوم ده عليهم معلقة ونص من الملح، على معلقة كمون كبيرة، ومعلقة من الكاري الهندي. وانا قلت اكتر من مره الكاري في السمك بيدي طعم حلو قوي، خاصه الكاري الهندي. مع معلقه هريسه كبيره، هريسه حلو اللي عملناها قبل كده على الصفحه، وشويه او رشه من الزعتر. واهم حاجه بقى يا جماعه في الماكريل نزود الليمون، لان من المعروف ان سمكه الماكريل شديده الزفاره. فعصرت 3 ليمونات، عليهم معلقه من الخل، وبعدين رشه من الزيت بتدي لمعه للدقه كده، بيبقى شكلها حلو جوه السمك وبره السمك. بصوا بقى اهم حاجه شويه الشبت دول. الشبت ده انا حطيته في الدقه، لان انا الدقه دي هاكلها. وزي ما قلت لكم انا يعني من عشاق السمك، فهعملها بطريقه مختلفه المره دي. دي بصلايه، عايزه تحطي بصلتين حطي، عايزه تحطي 3 حطي، او الحشو في الاخر ده يتاكل، بس انا عندي العيال مش بياكلوه، ففي الاخر انا عملت شويه الحشو دول على قد انا. وعليهم ملح وكمون وفلفل اسود. دي توابل الحشوه او الفرشه اللي هحط عليها السمك. والفلفل الاخضر الرومي، وبشره من الجزر او جزر مبشور. بص بقى هرجع للدقه تاني، وخدت برده شويه من الجزر المبشور حطيتهم في الدقه. يبقى الدقه دي توم بالتوابل بتاعته، وعليهم جزر، وعليهم ايه، شبت. تمام زي الفل. هبتدي بقى هتبل او هحيق السمك. وانا بحيق السمك من بطنه كده، ووزعت التوابل بتاعتي، شايفينها شكلها جميل ازاي ومنوره وجميله قوي. رجعت قلت ايه، طب ما انا اقطع اللحم من فوق وابتدي احشي ايه برضو اللحم من فوق بالتتبيله بتاعتي ديت. وكان بصراحه طعمها في الاخر كان جميل جدا جدا. قطعت كده شرايح، شرحت كده من فوق ومن تحت، وحشيت تحقيقه التوم اللي انا عاملها بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت بعد ما حشيت البطن بتاعه. خلاص. بصوا سمك الماكريل ده يا جماعه عايز اقول درجات، دي اعلى درجه فيه. كنت جايب انا اعلى درجه فيه ب 100 جنيه. خلاص. معرفش بقى دي نيوزيلندي بولندي حاجه زي كده يعني. حتى شايفين شكله جميل جدا. وجبت بقى طماطميه قطعتها طرنشات وحطيتها في النص كده، الصينيه شكلها نورت. الطماطم اللون الاحمر مع الاخضر مع اللون الابيض بتاع البصل. بص الصينيه شكلها بقى جميل جدا. ورجعت بقى عملت ايه تاني، التوم اللي فاض حطيت عليه فنجان من الميه، ورشيت الميه ديت على وش السمكيه دي. السوائل بتاعتي انا مش هحط ميه كتير عشان ما تدغدغش الدنيا، لان الطماطم والسمك والبصل هينزل ميه. وشرايح الليمون على الوش، وعصره ليمون تاني. يبقى انا عصرت ليمون بره وحطيت شرايح ليمون من بره. وادي رشه الزيت، وحطيها ست الكل في الفرن بالظبط هي ربع ساعه 20 دقيقه. وولعها معاهم الشوايه الاثنين مع بعض، هيطلع بالشكل الرائع ده. وزي ما قلت لكم انا جايب ماكريل اعلى واغلى نوع، جايبه ب 100 جنيه. بص فصوص طالع عامل زي الموز كده يا جماعه، مع الرز الذهبي الجميل اللي انا عامله، رز ابو بصل الجميل دوت، مع شويه الخضار. تحفه في الحر الشديد ده، عايزين اكل خفيف، اكل كده بسيط، وينفع برضو للناس اللي ماشيه على رجيم.